الطريق حوالينا بدا يبقى صحراء وضلمه، بدانا نقلق، هو ابويا خاطفنا ولا ايه؟ لقيته جاي بيترعش وبيقول لي في عفريت بيجري ورايا. لا لا ما تهزرش، وراح جاري داخل جوه وقافل الباب. بعد ما حصل لنا اللي حصل في العرس بتاع اخو فيصل اللي حضرناه، وبعد ما خدنا كميه صدمات ورا بعض بسبب العادات والتقاليد بتاعه الخليج اللي ما كناش نعرف عنها حاجه، ومن بعدها قررنا ان احنا مش هنحضر عرس تاني في حياتنا زي ما حكيت لك الحلقه اللي فاتت. وقتها لو تفتكر احنا قلنا نحضر فرح ممكن، لكن عرس مستحيل. عدت علينا بعدها فتره كلها زهق وملل وفصلان ولا حاجه، ما كانش في اي جديد في حياتنا، وده بالنسبه لنا ما كانش احسن حاجه، لان الاكشن اللي كان بيحصل لنا طول الوقت كان برضو بيملى الفراغ اللي موجود عندنا، واحيانا كان بيملى وشوشنا كدمات وعلامات زرقاء، بس مش مهم، المهم انه كان بيملى اي حاجه وخلاص. قاعدين في يوم قدام التلفزيون بالليل، فبقول لابويا انا عايز اسالك على حاجه. قال لي ايه؟ قلت له ليه ما بتفسحناش زي ما الابهات بتعمل مع اولادها؟ قال لي انا ما بفسحكوش؟ قلت له ايوه. مستغرب ليه؟ وكاننا مقطعين الدنيا خروج يعني، ده احنا من البيت المدرسه ومن المدرسه للبيت، وامي اللي قاعده دي اخر مره شافت الشارع كان في الثمانينات تقريبا. قال لي ليه؟ هو انتوا مش بتاكلوا كويس وبتلبسوا كويس؟ ايه ده؟ ايه العلاقه؟ وده عموما كان تفكير ابهاتنا كلنا تقريبا زمان، اللي هو انت بتاكل كويس وبتلبس كويس يبقى ليه تزهق وتحس بالملل؟ مش فاهم انا يا ابني، ما انت بتاكل كويس، وكأن العادي والطبيعي يعني انك تحارب الملل بتاعك بشويه بانيه وبطاطس مقليه. المهم بعد ما اقنعته في الاخر ان احنا المفروض نخرج ونتفسح ونشم نفسنا زي اي اطفال في الدنيا، وان ده حق من ابسط حقوقنا كبني ادمين حتى، عشان حتى نقدر نفك عن نفسنا شويه وبالتالي نقدر نذاكر ونجيب درجات وننجح. وابويا بعد محاولات كتير منه للهروب من الموضوع عن طريق اغرائنا باكلات جديده وبرده اللي انا مش مقتنعين، اخيرا هو اقتنع. قال لي خلاص ماشي، وعد مني هفسحكم فسحه حلوه جدا لو نجحتوا وجبتوا درجات ودخلتوا جامعه كويسه. جامعه كويسه ايه؟ ده احنا في ابتدائي. قال لي لا انا قصدي يعني لو جبتوا درجات حلوه الترم ده. قلت له النتيجه لسه طالعه وجبنا درجات حلوه الحمد لله. ها بقى ايه؟ قال لنا خلاص وعد هخرجكم لو سمعتوا كلام امكم. قلت له بنسمع كلامها وكله تمام، مش احنا بنسمع كلامك برضو؟ قالت لك اه. وامي اساسا كانت قاعده مش سامعانا وبتتفرج على المسلسل. ابويا وقتها بدا يبص حواليه كده اللي هو مش لاقي حاجه يقولها. قلت له بقول لك ايه، ما احنا هنخرج ونتفسح يعني هنخرج ونتفسح. قال لنا خلاص يوم الخميس الجاي هخرجكم وده اخر كلام. تحبوا تروحوا فين؟ بصيت لاخويا واخويا بص لي وفي نفس واحد الملاهي. ابويا بص لنا كده الملاهي؟ طيب. وده لان الملاهي هناك كانت غاليه جدا، وغير كده هو عارف كويس ان احنا ما كناش هنهدى الا لما نلعب كل الالعاب اللي موجوده، وده طبعا تكلفه عاليه. بس انا مش عارف الحقيقه وقتها ابويا كان متخيل ان احنا هنقول له هنخرج فين يعني، ما احنا كنا اطفال، هتقول لهم عايزين تروحوا فين هيقول لك الملاهي، حاجه طبيعيه جدا. المهم جه يوم الخميس اللي هو كان بعد اتفاقنا بكام يوم، بس جه بعدها بشهر تقريبا، وده لان الوقت كان ساعتها بيعدي ببطء جدا، لاننا وقتها كنا بنعد كل يوم وكل ساعه عشان الخميس يجي، وهو جه اخيرا. بدانا نستعد يومها بكل حماس، وكنا حاسين ساعتها ان كل حته في البيت بتستعد معانا وفرحانه للخروج اليتيمه اللي ما بتحصلش غير كل سنه مره دي. استعدينا ولبسنا لبس واسع طبعا عشان ناخد راحتنا في اللعب والتنطيط وكده، وعشان لبسنا كله كان واسع اصلا زي ما انت عارف طبعا، فتقدر تقول لبسنا اي حاجه. قعدنا مستنيين ابويا يجي من الشغل الساعه 8 عشان ننزل له ونطير على هناك، وبالفعل جه واتحركنا. واحنا في الطريق قعدنا نقول له على اسامي ملاهي كبيره ومشهوره وكانت بتيجي في التلفزيون وقتها، بس هو كان ايه؟ لا مش حلوه، الالعاب اللي فيها اي كلام. وفضل كتير على الحال ده، كل ما نقول على اي ملاهي يطلع لنا فيها اي عيوب ويقول لنا لا مش حلوه. في الاخر قال لنا بصوا انا هوديكم بقى حته ملاهي اكتشفتها بالصدفه، بس ايه احسن من كل الحاجات اللي بتقولوا عليها دي. وهو اساسا ما كانش عارف الحاجات اللي بنقولوا عليها دي، واللي هي اصلا كانت احسن ملاهي في البلد وقتها. بس ماشي خلينا معاك للاخر. فضلنا ماشيين بالعربيه لحد ما تقريبا خرجنا من المدينه اللي احنا كنا فيها. الطريق حوالينا بدا يبقى صحراء وضلمه، بدانا نقلق، هو ابويا خاطفنا ولا ايه؟ كل ده عشان عايزين نروح الملاهي؟ لو كده خلاص مش عايزين والله. بقينا واحنا ماشيين في الطريق كل شويه نساله هو احنا رايحين فين؟ اصل ده ما ينفعش يكون طريق ملاهي ابدا، اللي احنا فيه ده كده شكله طريق مقابر. يقول لنا لا ما هم غيروا طريق الملاهي من فتره وبقى شكلها كده. ماشي. بعد نص ساعه تقريبا وصلنا الملاهي، وكانت في مكان مهجور وضلمه، ومن كتر ما المكان كان ضلمه فضلنا ربع ساعه نعدي من قدام البوابه بتاعتها رايح جاي ومش شايفينها، لحد ما في الاخر خدنا بالنا فعلا هي دي البوابه، بس من كتر ما كان عليها تراب ما كانتش باينه، وكان في صوره مهرج كبيره كده مرسومه على البوابه، بس من كتر التراب اللي عليها الصوره بقت ابيض واسود، والمهرج نفسه تحس انه نام من كتر الزهق. ركننا في الباركينج اللي ما كانش فيه عربيه غيرنا ونزلنا، ولقيت ابويا يخبط على الباب. انا عمري ما شفت في حياتي ملاهي بنخبط على الباب واحنا داخلين، هو احنا جايين نزورهم؟ وبعدين ايه الجو المريب ده؟ ده احنا لو بنهرب شحنه ممنوعات مش هنعمل كده، ده كان ناقص نقلب لهم نور العربيه 3 مرات قبل ما ننزل. بدات ملامح الياس والاحباط تبان عليا انا واخويا، بعد ما كانت ملامحنا كلها فرح وحماس، وابويا الوحيد بس اللي كان متحمس. معرفش ليه. فضلنا نخبط شويه حلوين لحد ما لقينا الباب بدا يزيق كده وكانه ما اتفتحش من سنين، ولقينا راجل هندي خارج لنا كده لافف نفسه بالبطانيه وبدا يفرك في عينيه كاننا صحيناه من النوم. اول ما ركز فينا كده واتاكد انه ما بيحلمش وان هو شايف قدامه بني ادمين فعلا، فجاه فرح جدا ورمى البطانيه من عليه وبدا يقول لنا هلا صديق هلا صديق، وكان عايز ياخدنا بالحضن بس احنا زقناه، وكانه ما صدق انه شاف بني ادمين في حياته اخيرا، وراح جاري داخل جوه وقافل الباب. ايه الجنان ده؟
بدأنا نبص لبعض النظرات كلها تساؤلات، لقينا فجأة النور نور والباب اتفتح والراجل الهندي رجع تاني، فعرفنا انه كان داخل ينور النور وراجع. بس المشكلة برضو ان بعد ما نور النور الدنيا لسه ضلمة، النور كان ضعيف جدا، يعني مستحيل ده يكون نور ملاهي ابدا. المهم جينا ندخل، راح الراجل موقفنا وقال لنا دقيقة يا صديق، لازم يقطع التذاكر اول، وكان بيشاور لنا على اوضه ازاز كده مكتوب عليها تذاكر الدخول. رحنا عند المكتب بتاع التذاكر، لقينا مفيش حد جوه. بدانا نبص حوالينا وندور على الراجل اللي بيقعد جوه بتاع التذاكر، لقينا الباب اتفتح ولقينا الراجل الهندي هو داخل، وراح قاعد على المكتب وبيقطع لنا تذاكر. قطع لنا تذكره ورحنا داخلين، والراجل الهندي بعد ما دخلنا راح قافل البوابه بالقفل وراح داخل ورانا وهو لسه فرحان. يعني خلاص حضرتك خليك انت على البوابه شوف شغلك واحنا هندخل عادي. وهو مفيش، وطول الوقت عمال يقول لنا تفضل صديق. دخلنا الملاهي من جوه، هي ملاهي فعلا بس تحس ان في حاجه غلط، يعني تحس انها كانت ملاهي واتضربت بصواريخ. الالعاب كلها حوالينا انوارها مطفيه وفي حاله حزن كده في المكان، تحس ان الالعاب فقدت الشغف من قله الشغل. رحنا عند اول لعبه انا واخويا وقلنا لابويا احنا عايزين نلعب دي. ابويا ما بقاش عارف يعمل ايه ولا يقول لي مين، هو مفيش غيرنا في المكان. ابويا بص كده لقى الراجل الهندي لسه واقف، قال له هو مفيش حد يشغل لنا اللعبه دي؟ الراجل جه جري وقال لنا يبغى هذا لعبه 1 دقيقه يا صديق، وراح رابط حاجه كده وراح متعلق على السور بتاع اللعبه، يعني ما دخلش من الباب حتى. واحنا تحت شفناه فوق فتح الكابينه بتاعه اللعبه وراح داخل وقفل وراه. هو حضرتك مفيش غيرك هنا؟ يعني كلهم سابوك ومشيوا ولا ايه؟ يا ابني لو بتتعرض لتهديد شاور، طيب انت بتقبض كام على كده؟ دخلنا اللعبه انا واخويا، مسحنا التراب وقعدنا. ها بقى ما تشغل يا عم. الراجل فوق كل شويه يطلع راسه من الكابينه يقول لنا دقيقه صديق ويروح داخل تاني، وكانه كان عمال يحاول يشغلها ومش عارف. بعد مرور حوالي ربع ساعه تقريبا الراجل الهندي نزل وعلى وشه حزن وراح قايل لنا هذا لعبه خربان صديق، من اولها كده دي اول لعبه. رحنا نازلين انا واخويا من اللعبه وخارجين، بنبص حوالينا لقينا لعبه تانية جنبها على طول، قلنا له خلاص هنلعب دي. الراجل راح بص لنا وضحك وقال لنا هذا سمسم هذا. ايه الجمله؟ راح قايل لنا تاني هذا لعبه سمسم هذا لعبه. انا واخويا طبعا مش فاهمين حاجه، قلنا له ايوه انت عايز ايه يعني، وسمسم مين؟ وكلمه دي سمسم دي عند الهنود اللي كانوا موجودين في الخليج ساعتها يعني دي زي دي، بس احنا طبعا ما كناش فاهمين. ابويا طبعا لما شافنا مش فاهمين قال لنا يا ابني بيقول لكم اللعبه دي زي اللعبه دي، يعني الاتنين بايظين. ما تقول يا عم بايظه. مشينا شويه بعدها واحنا ماشيين شفنا لعبه سباق عربيات، اللي هي بتبقى عربيات صغيره كده بتشتغل بالبنزين وفي حواجز كاوتش كده محطوطه على الطريق. وعشان كنا بنحب العربيات جدا واحنا صغيرين انا واخويا، وكنا مدمنين لكرتون سابق ولاحق بتاع سبيستون، عينينا طبعا لمعت اول ما شفنا العربيات. رحنا جارين عليها من غير تفكير. بصيت لاخويا وعملت له كده هقطعك. بص لي وقال لي ولا تقدر. اول ما دخلنا في وسط العربيات شفت عربيه صغيره كده اصغر من كل العربيات الموجوده، قلت بس هي دي اكيد هتبقى اسرع عربيه في الموجودين. واخويا راح ركب عربيه تانية كانت شكلها حلو برده، وكنا متحمسين جدا ومستعدين للطيران. دي كانت اسعد لحظات حياتنا حرفيا. وابويا كان واقف بره مكان السباق وبيتفرج علينا، وطبعا نظارات الفخر باينه في عينيه. واحنا قاعدين في العربيات بنبص حوالينا على حد يجي يشغلها، مفيش. شويه ولقينا الراجل الهندي هو جاي، وبعدين بقى في الراجل اللي مفيش غيره في المكان ده. اول ما وصل قال لنا انت يبغى يسوي سباق سيارات؟ قلنا له اه، امال احنا قاعدين هنا ليه؟ قال لنا بس هذا سيارات سرعه كبيره، انت لازم يربط حزام. قلنا له ماشي، ورحنا رابطين الحزام. شغل يا عم الحاج بقى وانجز ابوس ايدك. شد حاجه في موتور العربيه كده من ورا فالعربيه اشتغلت. اخيرا لقينا حاجه شغاله في المكان. بعد ما شغل لنا العربيات راح واقف في النص بيني انا واخويا، قال يعني بيعمل لنا جو حماس وتشويق وكده، وراح رافع ايده قال لنا 1 2 3. اول ما قال 3 دوسنا بنزين على الاخر انا واخويا. وطبعا صوت المواتير بتاعت العربيات عالي جدا وبقى يعمل صدى صوت في المكان من كتر ما المكان كان هادي وفاضي. وانطلقنا بالعربيات، انطلقنا جامد واحنا ماشيين بالعربيات ودايسين بنزين على الاخر وصوت الموتور عالي جدا. لقينا الراجل الهندي ماشي جنبنا. هو حضرتك سريع اوفر ولا انت عندك قوه خارقه ولا احنا ما اتحركناش ولا احنا ما جيناش النهارده ولا ايه؟ ببص حواليا على الطريق لقيت العربيه ماشيه، بس ماشيه بسرعه النمله، يعني كانت ماشيه بسرعه نص كيلومتر في الساعه تقريبا. والمشكله ان الراجل الهندي وهو ماشي جنبنا كان اسرع مننا، وكان لسه برضه عمال يشجعنا ويقول لنا يلا صديقي يلا صديق. انتوا هتنصبوا علينا ولا ايه؟ وكمان مخلينا نربط الحزام ليه؟ خايفين علينا نموت من الضحك؟ فضلت ماشي بعربيتي في الوضع المريب ده حوالي 20 متر، واخويا ورا كانت عربيته عطلت اصلا. رحت نازل من العربيه وقلت لاخويا يلا يا عم بلاش قله قيمه، مش عايزين نركب عربيات. ورحنا خارجين. رجعنا لابويا وعلى وشوشنا نظرات يأس واحباط. قال لنا في ايه خرجتوا ليه؟ قلنا له لا مفيش، العربيات بس كانت سريعه شويه زياده عن اللزوم وكده خطر، يعني المفروض كانوا يحطوا تحذير للناس اللي بتخاف من السرعه. يلا نمشي يا حاج. فضلنا ماشيين شويه عمالين نتفرج حوالينا على الصمت والهدوء اللي موجود في المكان، والراجل الهندي ماشي ورانا برضه. في حوالينا كافيتريات وترابيزات وكراسي وبواقي اكل واكياس شيبسي فاضيه، بس كله مضلم. هو المكان تحس انه حلو او كان حلو في يوم من الايام. واحنا ماشيين شفنا مكان من اكتر الاماكن اللي كنا بنحلم نخشها في حياتنا. شفنا بيت الرعب، مبنى كبير وشكله جامد وفيه صوره هيكل عظمي كبير كده ومكتوب بخط كبير فوق بيت الرعب، والباب بتاعه عامل زي ما يكون وش شبح كبير فاتح بقه وانت بتدخل جواه. قلنا بس احنا عايزين ندخل بيت الرعب.
ابويا بص للراجل الهندي صاحبنا، ما هو بقى صاحبنا بقى خلاص ويعتبر خارج معانا، وقال له شغل لهم بيت الرعب ده يا صديق. راح الراجل قال له اوكي، وقبل ما يمشي راح راجع تاني وقال لنا بس انت لازم نفر ما في خوف، وبدا يبرق كده وهو بيتكلم، قال يعني بيدخلنا في المود. قلنا له يا عم والله احنا ما خايفين الا منك انت. انا مش عارف ليه كان عندي احساس طول الوقت ساعتها ان الراجل ده اساسا مش موجود، وان اللي احنا بنتعامل معاه دي روح شخص كان عامل حادثه في الملاهي هنا زمان. المهم الراجل دخل مكان كده واختفى شويه، راح مشغل اللعبه، لقينا فجاه الانوار كلها نورت وبقينا نسمع اصوات ضحكات متقطعه شريره خارجه من جوه، وحاجه كانت مرعبه جدا. اللعبه دي شكلها جامد كده ولا ايه؟ دخلنا المكان انا واخويا ماشيين جنب بعض، والمكان كان عباره عن متاهه كده انت بتمشي جواها على رجلك لحد ما تخرج من الناحيه التانيه، وطول ما انت ماشي طبعا بتقابل حاجات تخوفك وكده لان هو بيت الرعب. المهم مشينا شويه، جو الضلمه مع الجماجم المتعلقه في كل مكان مع الاصوات المرعبه، كل ده بدا يدخلنا في المود وبدانا نخاف. واحنا ماشيين اخويا قال لي بقول لك ايه، ما تيجي كل واحد يمشي في طريق لوحده ونشوف مين فينا هيخرج من المتاهه الاول، واللي هيخرج الاول يبقى كسبان. قلت له ماشي يلا بينا. مشيت لوحدي واخويا دخل في طريق تاني لوحده. طول ما انا ماشي كنت الاقي بومه عينيها بتنور، واول ما اقرب منها تروح مصرخه في وشي، اروح انا متخض، بس طبعا كنت بسيبها وبكمل ماشي بسرعه عشان عايز اخرج من المتاهه الاول عشان اكسب. وطول ما انا ماشي كنت اسمع صوت صرخات كده باين ان هي متسجله ومحطوطه عشان يخوفونا طبعا، وما كنتش بدي اهتمام لحد ما في مره سمعت صوت صرخه، لا الصرخه دي مش متسجله يعني تحس انها حقيقيه. قلت اطنش واكمل، بعدها بشويه صوت الصرخه بقى اعلى، مشيت شويه بعدها بقت اعلى اكتر شويه، والصرخه بقت تقول يا احمد. ايه ده اخويا. جريت بسرعه ادور عليه اشوف اللي حصل له، لا تكون البومه عضته ولا حاجه. لقيته جاي بيترعش وبيقول لي في عفريت بيجري ورايا. لا ما تهزرش يا ابني دي كلها العاب. قال لي لا والله جري ورايا ومسك في دراعي. انت بتتكلم جد؟ بدات احاول اقنعه ان كل دي العاب وحاجات بلاستيك عشان يهدى، وطول ما احنا ماشيين كنت بلمس كل حاجه بتقابلنا واقول له بص اهو بلاستيك اهو لعبه، لحد ما لقيت هيكل عظمي واقف في الركن كده، جيت اروح ناحيته عشان المسه عشان اوري لاخويا ان هو بلاستيك، لقيت اخويا بدا يترعش ويقول لي هو ده اللي جري ورايا. قعدت اضحك واقول له يا ابني والله بلاستيك زي اللي فاتوا حتى بص. جيت المسه راح ماسك في دراعي وقعد يصرخ، رحت واقع في الارض. قعدنا نجري احنا الاثنين زي المجانين، نقوم ونقع ونخبط في بعض ونقع تاني لحد ما خرجنا لابويا من الباب بنعيط. اول ما شافنا قال لنا في ايه؟ قلنا له في عفريت صاحي جوه. قال لنا بطلوا هبل بقى. قلت له لا والله انا ما كنتش مصدق برضه بس انا شفته بنفسي. ابويا استغرب جدا من كلامنا وراح قال لنا تعالوا وروني فين العفريت ده. خدنا ابويا معانا ودخلنا، وكل واحد فينا بقى متعلق في دراع، وهو كل شويه يزقنا ويقول لي بعدوا عني مش عارف امشي، واحنا لما كنا نتزق كنا نقوم بسرعه ونرجع نلزق في دراعه زي المغناطيس لحد ما وصلنا عند المكان اللي فيه العفريت. واحنا بنترعش شاورنا عليه وقلنا له اهو. العفريت طبعا زي ما هو ثابت في مكانه في الزاويه. ابويا اول ما شافه راح ضحك وقال لنا دي اكيد تهيؤات. بدا ابويا يقرب منه ويبص له جامد، فجاه العفريت راح رافع ايده ومصرخ، راح ابويا مديله في وشه. العفريت وقع على الارض وقام يجري. ابويا بقى مش يسيبه، لا راح جاري وراه. رحنا جاريين وراه احنا الاثنين، فضلنا نجري ورا بعض وسط الضلمه ووسط الصرخات اللي جايه حوالينا من كل مكان لحد ما لقينا عفريت راح فاتح باب اوضه ودخل. ايه ده؟ هو العفريت مقيم هنا ولا ايه؟ يعني ده السكن بتاعه اللي الشغل موفره له؟ اول ما العفريت دخل الاوضه رحنا داخلين وراه. بنبص حوالينا لقينا سرير ودولاب وتلفزيون، ولقينا العفريت نايم على السرير وماسك عينيه. ابويا بص له باستغراب كده لانه لاحظ انه حد لابس ماسك. بعدها على طول لقيناه راح قالع الماسك، طلع الراجل هندي. يخرب بيتك. راح قال لابويا هو متعصب ليش انت يضرب انا صديق، وفضل يبص على عينيه في المرايه. راح ابويا مطبطب عليه وقعد يضحك، وانا واخويا فضلنا متنحين كده لكل اللي بيحصل، ورحنا خارجين واتقفلنا من اليوم كله. بعد ما خرجنا بصيت لابويا قلت له بقول لك ايه، يلا نروح. ومن يومها خدنا قرار ان احنا مش هنخرج خروجه تاني من اختيار ابويا ابدا. هتسيبنا احنا نختار المكان ماشي، لكن هتختار لنا المكان يبقى بناقص الخروجه دي مش عايزينها. شكرا. كان مالها يعني عدت البيت، ما هي زي الفل. استنوني الحلقه الجايه. صوت الكلاب اللي بتظهر بس ساعه الفيديوهات، يعني طول اليوم الجو هادي في البيت. عايز اقوم اهوهو في وشه.